النهارده يا شباب هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نعمل تحكم كامل في الراوتر. يعني نقدر نتحكم في الراوتر تحكم كامل بطريقة سهلة وبسيطة، ايا كان نوع الراوتر، ايا كان موديل الراوتر، ايا كان شركة اللي انت تابع ليها او مشترك فيها. فما تقلقش خالص. التطبيق اللي احنا هنتكلم عليه اسمه تطبيق راوتر شيف. التطبيق راوتر شيف ده تقدر تحمله من المتجر بلاي، يعني تدخل على المتجر بالشكل ده وتبدأ تضغط وتكتب راوتر شيف. هتلاقي راوتر شيف قدامك اهو بالظبط. مجرد اللي انا هضغط عليه فتح هيبدأ يفتح معايا الراوتر شيف بكل سهولة. تمام. التطبيق ده سهل الاستخدام، واي حد هيقدر يتعامل مع التطبيق ده، وهتقدر تتحكم في الراوتر تحكم كامل وبطريقة سهلة وبسيطة، بدل من صفحة الراوتر المعقدة وصفحة الراوتر مش عايزة تفتح والكلام ده كله. تمام. كل اللي عليك هنبدأ نعمل الاعدادات بتاعة الراوتر. هنضغط على كلمة اعدادات من فوق خالص كده. بعد كده تختار اللغة سواء عربي او انجليزي، لغة التطبيق. بعد كده هتلاقي نفسك اعدادات مزود الخدمة. تمام. هتبدأ تضغط عليها. طبعا لو انت على شركة وي هتبدأ تحدد وي، على شركة اورنج هتحدد شركة اورنج، على شركة فودافون هتحددها، على شركة اتصالات هتحددها، على شركة اول ذرز هتحددها. ولكن انا بالنسبة لي مشترك في شركة اورنج حاليا فهحدد اورنج. تمام. هنا اعدادات الراوتر وموديل الراوتر. هنبدأ نضغط على اعدادات الراوتر. تمام. هتبدأ تختار بقى الموديل بتاع الراوتر بتاعك. شوف الراوتر بتاعك موديل ايه وهتبدأ تختاره من الموديلات دي كلها. تمام. انا بالنسبة لي الراوتر بتاعي اتش 188 ايه، فهحدد على اتش 188 ايه. بعد كده هقول له قشطة. هيبدأ يفتح معايا بالشكل ده. اول حاجة اعدادات الراوتر دي اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي وديت موضوعنا، ولكن هنشرح الحاجات الباقية كده بسرعة. هنا طبعا صفحة الراوتر تقدر تفتح من خلال صفحة الراوتر. بيبدأ يفتح لك صفحة الراوتر كأنك فاتح من جوجل كروم او من جوجل كروم بتاع الموبايل او من جوجل كروم بتاع الكمبيوتر. تمام. الاجهزة والشبكة. هنا اعرف بيانات جميع الاجهزة المتصلة على الشبكة. تقدر تعرف جميع الاجهزة المتصلة على الشبكة لكشف أي متطفل. يعني تعرف الأجهزة اللي هي متصلة بالراوتر بتاعك إيه، 5 أجهزة 6 أجهزة، أنت مدي ال3 مثلا، ال3 دول داخلين عندك ومتصلين بالراوتر، فجأة أنت لقيت 4 أجهزة، يبقى في جهاز كده اخترقك فتقدر تعمل له حظر يعني. هنا استهلاك الانترنت، هنا اختبار سرعة النت، اختبار البنج. تمام. بعد كده نبدأ نضغط على إعدادات الراوتر أول خيار. طبعا هنا بقول لك اسم الدخول والرقم السري. اسم الدخول والرقم السري اللي هو اليوزر نيم والباسورد اللي في ظهر الراوتر. اللي في الراوتر هتلاقي في حاجه اسمها يوزر نيم وباسورد. اليوزر نيم والباسورد هنبدا نكتبه. من اسم الدخول احط اليوزر نيم اللي هو يوزر، الرقم السري اللي هو الباسورد اللي هو في ظهر الراوتر. هبدا احط الحروف اللي هي موجوده في ظهر الراوتر وابدا اقول له ابدا الاتصال. ممتاز جدا يا شباب. اول خيار اعدادات الواي فاي نضغط عليها. هنا بقول لك اسم الشبكه. اسم الشبكه بتاعتي بتاع الواي فاي طبعا انا مسمي اسم الشبكه بتاعتي احمد. هنا الحاله ظاهر ولا مخفيه. يعني ايه الحاله ظاهر ولا مخفيه؟ يعني طول ما انت محدد على ظاهر فالشبكه بتاعتك ظاهره لاي حد. طيب لو انا عايز اعمل اخفاء لشبكه الواي فاي، اعمل اخفاء لشبكه الواي فاي فاقول له مخفيه، يبقى انا كده عملت اخفاء لشبكه الواي فاي. تمام. ولكن انا هخليها ظاهر. هنا الرقم السري اللي هو الباسورد بتاع الواي فاي. هنا الامان طبعا عايزه محمي ولا مفتوح. انا بالنسبه لي محمي. هنا اقصى عدد لو انت عايز مثلا اقصى عدد ان اي حد مثلا يختار جهاز 2 3 اقصى عدد، فتمام. هو كاتب لك كمان لا يدعم، ان هو كده فيه مشكله. تمام. بعد كده ببدا اعمل تطبيق او بعمل تحديث. لو انت لقيت في حاجه متلخبطه والكلام ده بتعمل تحديث للصفحه وتبدا تعمل الاعدادات. تمام. وتضغط على تطبيق في الاخر بعد ما تعمل الاعدادات. بعد كده يا شباب نختار تحديد السرعه. تحديد السرعة. قوة الواي فاي. قوة الواي فاي عايز الواي فاي يبث قد ايه. الواي فاي طبعا عندي انا بيبث على 100%. اللي هي 100% ايه يعني؟ هو قوة الواي فاي تقدر توصل لحد 100 متر. طيب انا عايز اخليها توصل الواي فاي توصل لحد مثلا 60 متر، ببدأ اعمل كده. توصل 40 متر ببدأ اعمل كده. 20 متر ببدأ اعمل كده. هنا طبعا اخر حاجة يقدرش يعمل لك اللي هو اخر حاجة 10 متر 20 متر. تمام. طب انا عايز اخليها 80 متر يوصل 80 متر. طب انا عايز
بقى اخليه يوصل الواي فاي لحد 100 متر، ببدأ احدد كده. تمام. هنا سرعة الواي فاي انت عايز غير محدود ولا 5 ميجا بايت؟ ايه هو غير محدود سرعة الواي فاي؟ سرعة الواي فاي طبعا انت بتكون جايب مثلا وليكن 30 ميجا من الشركة، 30 ميجا من الشركة، انت واخد السرعة كاملة 30 ميجا. طيب انت 30 ميجا بيخلصوا معاك بسرعة، بيكملوش الشهر، فممكن ابدأ اخليها 5 ميجا عشان احافظ على الباقة بتاعتي لحد ما الشهر يخلص. يعني كده انا قللت الباقة من 30 ميجا لحد بقت 5 ميجا. لو كان بيجي لي 30 ميجا، لا الوقت بقى بيجي لي 5 ميجا. طب انا عايز ارجع لل 30 ميجا تاني اللي انا واخدهم من الشركة، ابدأ اقول غير محدود وابدأ اقول تطبيق. بعد كده يا شباب حظر المتصلين، لو هتضغط عليها. حظر المتصلين دي طبعا لو انت عايز تحذر حد، يعني لو انت جيت هنا وضغطت على حظر من الاجهزه المتصله، لو ضغطت عليها هيبدا يفتح لك الاجهزه، كل الاجهزه المتصله عندك، سواء جهاز 2 3 4، انت فاتح 5 اجهزه، في حد سرقك بقوا 6، فالسادس ده انت ما تعرفش هو جالك منين، فانت دلوقتي عايز تعمل له حظر. فمجرد ما تضغط عليه هيبقى ظاهر معاك كل الاجهزه المتصله وعليها علامه بلوك كده بالاحمر، هتضغط على بلوك كده انت عملت له حظر. بعد ما تعمل له حظر هتدخل تتاكد ان هو اتعمل له حظر ولا لا، هتضغط على قائمه الحظر، هو طبعا هيختفي من هناك من الاجهزه المتصله، وهتلاقيه دخل في قائمه الحظر اللي احنا ضغطنا عليها. ولكن دلوقتي بيقول لك لا يوجد اي جهاز في قائمه الحظر، لان انا مش حاظر حد، مش حاظر حد. تمام. هنا حظر بالماك، لو انت عايز تحظر بالماك تحط اسم الجهاز وتدخل رقم التصنيع او الماك ادرس بتاعه وتعمل حظر، هيبدأ يحظر عادي. هنا بقى بيانات الخط، عايز تشوف البيانات الخط بتاعتك، الخط بتاعك كويس ولا مش كويس، في تشوش وهو اللي مؤثر على الخدمه ولا لا، في مشكله في الخط، فانت بتعرف من بيانات الخط من هنا. هنا الاجهزه المتصله، عرض الاجهزه المتصله بالواي فاي، تمام، لضمان امان الشبكه. هنا لو ضغطت على الاجهزه المتصله يبدا يظهر لك كل الاجهزه المتصله عشان تعرف مين المتصل ومش مين المتصل. هنا حساب الخدمه، تمام. هنا اعدادات متقدمه لاعاده تشغيل الراوتر او العوده لضبط المصنع بضغطه زر. يعني لو ضغطت كده هتلاقيني بقول لك عامل لك إعادة تشغيل الراوتر. مجرد انت هتضغط على إعادة تشغيل الراوتر، هتضغط عليها وهتقول تأكيد، هيبدأ يفصل لك كل اللوند أو كل اللمبات اللي منورة في الراوتر، ويبدأ يعمل لك إعادة تشغيل كأنك دوست على الزرار الباور قفلته ورحت فاتحه تاني. فهو مجرد انت تعمل إعادة تشغيل هيفصل الراوتر خالص، اللمبات كلها تفصل وتبدأ تعيد التشغيل من جديد. تمام. هنا بيقول لك إعادة الراوتر ضبط المصنع، بدل ما تجيب دبوس وتحطه في الفتحة اللي ورا وتبدأ ضغط عليه تبدأ تعمل ريست للراوتر وياخد منك وقت ومجهود وفي ظهر الراوتر، لا، مجرد اللي انت ضغطه واحده ضبط المصنع بيبدا يعمل لك الريست في مينت. تمام. هنا طبعا بيقول لك الدي ان اس وحجب الاباحيه. طبعا هنا بيبقى في سيرفرات وبتاع انت بتقدر تحطها عشان يبدا يحذف لك او يحظر لك المواقع الاباحيه او يحجب المواقع الاباحيه. تمام. بس كده ده شرح الراوتر سهل وبسيط جدا. طبعا لو عجبك الشرح لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل، واشوفك في فيديو جديد. السلام عليكم.